السلام عليكم ورحمة الله. تعالى أقولك على الأكلة اللي لما بكون مستعجلة بعملها، وبربع كيلو لحمة بس بتعمل معايا كمية حلوة جدا. كفتة داوود باشا بالبطاطس. تعالى أقولك كمان على البهارات اللي بتميزها، عشان أول لما تعمليها بمجرد ما يدوقوها يقولوا هي دي كفتة داوود باشا، مش أي كفتة والسلام. لايك وسبسكرايب لصنع في المطبخ مع أميرة الطاهر. ويلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله ونبتدي. نحط حلة على النار ونحط فيها حتة سمنة صغيرة، ونجيب بصلاية متوسطة كده ونبتدي نخرطها. يعني مسافة ما الحلة تسخن وتكون حتة السمنة ساحت هتكوني خلاص خرطتي البصلة الصغيرة اللي في ايديكي. هنقلب بقى كويس قوي البصلاية الحلوة اللي عندنا دي، وهننزل عليها كمان برشة من الفلفل الأسمر، وكمان رشة من الملح. وفايدة الملح هنا ان هو هيخلي البصلة تحمر معاكي قوام او تدبل معاكي قوام، هتتبخر المية اللي فيها بشكل اسرع. انا مش عايزة البصلة لونها يغمق خالص. اول لما لونها يبقى ذهبي هنبتدي ننزل بعصير الطماطم اللي احنا عصرناه وصفيناه من القشر والبذر اللي فيه. هنقلب بقى تقليبة حلوة كده على السريع. وبعد كده هنعمل ايه؟ هننزل بحاجتين اتنين هما هنكمل رشة فلفل اسمر ورشة من الملح. انتي مش لسه حاطة فلفل اسمر وملح من شوية؟ عايزة اقولك ان كل خطوة بتعمليها بتبهريها بتدي طعم حلو جدا. هنزود كمان نص معلقة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. بس يا ستي هتغطي عليها بقى وتسيبيها تتسبك على نار هادية، يعني 10 دقايق أو ربع ساعة هتلاقيها اتسبكت. بعد ال10 دقايق أو ربع ساعة ما يعدوا هتبتدي تنزلي ببطاطساية كبيرة متقطعة لمكعبات صغيرة بالشكل ده. هنزود كمان نص كوباية من المية، وهنقلب بقى تقلبتين حلوين كده، وهنهدي النار. ودي حاجة مهمة جدا، لازم تهدي النار على أي خضار بتسويه، ونسيبها بقى تستوي. تعالوا نعمل الكفتة. عندنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، هننزل عليه بنص ربطة حزمة بقدونس. طبعا هننزل بملح وفلفل أسمر وده شيء طبيعي. تعالوا بقى أقول لكم على بهارات اللي هتميز كفتة داود باشا. نص معلقة من السبع بهارات، وهننزل بنص معلقة صغيرة من القرفة، وهننزل بربع معلقة صغيرة من الجنزبيل. أهم حاجة القرفة والجنزبيل والسبع بهارات، هم دول اللي بيميزوا الكفتة بتاعتنا. بعد كده زودت نص معلقة من البابريكا، وهحط معلقتين صغيرين بس من النشا. خدي بالك ان انا عاملة ربع كيلو من اللحمة. لو انت عايزة تزودي الكمية ضعف المقادير. عندي هنا بقى بصلاية متوسطة كنت فرماها بالمبشرة كده، هبتدي بقى اعصرها من المية اللي فيها وابتدي انزلها على اللحمة بتاعتي. وطبعا انا شلت المية علشان اللحمة ما تفكش مني. تمام، ودي خطوة مهمة جدا. هنبتدي بقى نعجن كويس جدا جدا لحد ما كل المكونات تختلط وتمتزج مع بعضها كويس قوي. هنجيب بقى طبق ونرش فيه رشة بسيطة من الدقيق، يعني كل اللي هنحتاجه في الموضوع ده معلقة واحدة بس من الدقيق. هنبتدي بقى نعمل كور. اعمليها بالشكل اللي يعجبك، عايزاها كور صغيرة كور كبيرة. شايفة هنا هي متماسكة ازاي، مش بتفرول في ايديكي. انا هعملها كور صغيرة، لو انت حابة تكبري حجم الكور كبريها، لكن انا عملتها علشان تكون في نفس حجم مكعبات البطاطس اللي انا مقطعاها. اظن سهلة جدا. طبعا الكور الصغيرة هترمي معايا عدد اكتر من وحدات الكفتة، عشان كده انا بعملها كور صغيرة. بعد ما نخلص الكمية هنرش بقى بقية المعلقة اللي احنا حطيناها دي كده فوق الوش، يا دوبك نبدرها بس بالدقيق. انا مش عايزة احط دقيق كتير، يا دوبك رشة بسيطة بس بحيث ان احنا نغلف الكفتاية اللي عندنا. في طاسة على النار هنحط حتة سمنة حلوة كده، ونسيب الطاسة تسخن كويس.
اول لما الطاسه تسخن كويس هننزل بالكفته اللي عندنا وتسيبيها، ما تقلبيش بمعلقه، حاولي تحركي الطاسه بس كده علشان هي بتكون لسه طريه. اول لما تبتدي تتماسك ابدأي هزي الطاسه برضو تاني كده علشان تبتدي تقلبي، ما تحاوليش انك تقلبي بمعلقه، يعني تقليب المعلقه بيبقى حاجه بسيطه. تمام. هتاخد معاكي حوالي 5 دقايق على النار علشان تستوي. بعد ال5 دقايق هتلاقيها اتمسكت خالص وتقدري تقلبيها بالمعلقة بكل سهولة. كده خلاص الكفتة اللي عندنا بقت تمام. يلا بينا نشوف البطاطس، هنلاقيها استوت. تعالوا نختبرها كده. هتطلعي بطاطساية كده، شايفين القوام ما اتهرتش مننا خالص، وشايفين لسه فيه صوص حلو جدا جدا في الحلة بتاعتنا. الصوص ما تشربش ولا حاجة، كل ده لاني انا كنت مسوياها على نار هادية. اهي اصطادنا واحدة الحمد لله. شايفين كده البطاطس استوت. اول لما تستوي وهي بتغلي كده، ودي خطوة مهمة ان هي تكون بتغلي وانتي بتنزلي بالكفتة بتاعتك. هننزل بالكفتة وهنسيب البهاريز بقى ده اللي في الطاسة، لا طبعا. هنحط كده حبة من الصوص وندوره كده في الطاسة كده وننزله في الحلة بتاعتنا عشان دي البهاريز بتاعت اللحمة بتاعتنا. هنديها تقليبة بس ونسيبها تاخد غلوة او 2 على النار. بس كده وجبتنا خلصت. سهلة جدا جدا. هتقدميها بقى جنب شوية رز بالشعرية كده حلوين، وبالهنا والشفا. اكتبي لي رأيك في الكومنتات وقولي لي ايه رأيك. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك. شكرا للمشاهدة.